السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ناوي ان شاء الله اعمل سلسله جديده اسمها كيف بدأ، اتكلم فيها يعني عن بدايه الحاجه وتطورها وكده، وهيكون الفيديو تقريبا من دقيقتين لثلاثه. وهنتكلم النهارده ان شاء الله عن يعني بدايه الثلاجات ازاي بدات، وبعد كده اتطورت بقت عامله ازاي يعني. الاول كده قبل ما نبدا اتاكد بس ان انت عامل سبسكرايب ومشغل الجرس اللي تحت، واكيد لازم كمان تعمل لايك، او هو مش لازم يعني بس هو هيفيدني يعني كتير. يلا بينا. في الحقيقة هو من حوالي 2500 سنة كده ما كانش فيه تلاجات، بس اليونانيين والرومان بقى قرروا ان هم يعملوا حاجة كده. عملوا حاجة اسمها بيت التلج. ده عبارة عن باب كده ضخم بيتحط وسطه يعني جليد او تلج، وبيتحط وسط الجليد او التلج ده الأغذية اللي عايزة تتحفظ يعني. وفضل الحال كده لحد سنة 1740 لحد ما جه العالم ويليام كولين، وقرر يعني ان هو يعمل اول جهاز تبريد بيقوم على فكرة تبخير المية لغاز. مش فاهم انا ازاي يعني. ببساطة كده يعني الفكرة هنا زي بالظبط زي عم احمد اللي بيرش مية في الشارع، قال ايه يعني هي كده يعني هتجيب تراوح. على فكرة بتجيب تراوح. بس لما المية بتنزل على الارض بتمتص الحرارة اللي موجودة في الارض وتطلع على هيئة بخار مية. عشان كده انت لما بتعدي في الحتة اللي هي فيها مية دي بتحس بصهد يعني وكده، لكن الارض بقى ذات نفسها هي اللي بتبرد. بس كده. ومع بداية سنة 1802 جه رجل أعمال أمريكي توماس مور وعمل صندوق يعني كده بتاع تلج عشان ينقل فيه منتجات الألبان بتاعته، وخد عليه براءة اختراع، وقرر بقى يسمي اللي هو عمله ده تلاجة. أخيرا خلاص كده وصلنا للتلاجة. لسه. وفي 1840 جه مجموعة نجارين عملوا صندوق خشب جواه مادة عازلة من القصدير أو الزنك، بتسبب يعني انعزال درجة الحرارة أو عدم سيحان يعني التلج. بس كانت المشكلة إن التلج أو الجليد ده كان بيسبب تلوث للأكل. وفي 1930 جه اينشتاين وعالم اسمه ليو نيزيلا وعملوا ثلاجة اسمها ثلاجة اينشتاين، وخدوا عليها براءة اختراع انها اول ثلاجة بتشتغل تحت ضغط ثابت وكل اجزائها تقريبا ثابتة. وفي سنة 1950 بدأت بقى الثلاجات تنتشر وكده، بحيث بقى حوالي 80% من المزارع في امريكا فيها ثلاجات، وكذلك 90% من المدن او المناطق الحضرية. ومن 1990 لحد سنة 2000 بدأت بقى شركات كبيرة زي سامسونج وال جي تعمل منافسات يعني، زي مثلا دي تعمل ثلاجة فيها واي فاي، ودي تعمل ثلاجة فيها كاميرا عشان يعرفوا مين اللي كل الجبنة ولا ايه. لا يا اخويا، عشان يعرفوا ان الاكل برد. واخيرا في سنة 2017 في مصمم روسي، ومصمم على ايه بقى؟ اسكت خالص. بدأ يفكر في ثلاجة بتشتغل من غير طاقة خالص، بس الثلاجة دي لسه يعني ما ظهرتش. بس كده. اشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. سلام عليكم.